جبنة القريش هي جبنة طازجة تصنع من خسارة حليب البقر المبستر، وتعتبر من أكتر الأطعمة المفيدة للرياضيين ومتبع الحميات الغذائية، لأنها غنية بالبروتين وقليلة السعرات. تصنع عن طريق تخسير الحليب بالخل أو الليمون، مما يفصل بروتين الكازين عن مصل اللبن، ثم تصفى وتغسل وتستخدم مباشرة دون تعتيق، ولهذا طعمها خفيف وقوامها كريمي. الفوايد كتيرة جدا: تقلل من خطر متلازمة الأيض، مصدر ممتاز للكالسيوم، تعزز خسارة الوزن، تحافظ على مستويات السكر في الدم بفضل مؤشرها الجلايسيمي المنخفض، مليانة سيلينيوم اللي بيقوي المناعة ويحمي من تلف الخلايا، ممكن تقلل من مقاومة الأنسولين. لكن انتبه، مش الكل يقدر ياكلها، ممكن تسبب مشاكل لهواة الألبان أو مرضى عدم تحمل اللاكتوز، لأنها تحتوي على نسبة لا بأس بها من اللاكتوز مقارنة بالجبن المعتق. اشترك في القناة، ما تنساش تشترك في القناة علشان توصلك كل المعلومات الغذائية والصحية أول بأول. ولو عندك سؤال أو معلومة حابب تضيفها، اكتب لنا تحت في الكومنتات، رأيك يهمنا، وما تنساش تدعمنا بلايك وشير للفيديو.